السلام عليكم، مرحبا بكم. شوز وصفات الخواتري خديجه. اليوم نقدم لكم هاد المسمنات اللي كيجيو بهاد الشكل، كيجيو رائعين، كيجيو لذاذ. انا عارفه كلكم كتعرفوا المسمن، ولكن كل واحد وطريقته، كل واحد العجينه ديالو. اما بالنسبه لهاد الطريقه كما كتلاحظوا كيجي رائع، بسيطه، كيجي مورق كما كتلاحظوا، كيجي بهاد الشكل رائع. نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، وتخليوا لي الاراء ديالكم تحت اسفل الفيديو. تلاقاو مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، انا هنا عندي خديت كاس ديال الفينو دقيق، ديال الفينو دقيق صفر، وخديت نفس الكاس عبرت بيه 2 كيسان تاع الدقيق ونصف. هنا وضعت ملعقه صغيره ديال السكر والملح حسب الذوق، وكنعجن بالماء عادي، الماء ديال الروبيني. كنعجن مزيان كما كتلاحظوا، بحال ما شفتوا كنجمع العجينه. وهنا الدقيق على حساب الافراد ديال العائله ديالكم، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. وكذلك زدت واحد شويه ديال الخميره صافي، وكنجمعها. ما كندلك ما والو، غادي نلفها بحال غندهنها بشويه الزيت، وغادي نخشيها في كيس بلاستيك، ولكن ضروري دهنوه مزيان 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 بالزيت. كما كتلاحظوا الطريقه راه بسيطه صافي. وكنبقى بحال كندلك فيها بحال هكا في البلاستيكه، كنبقى نضغط بها بحال ملي كديري الماء وتبداي ترشي وتبداي تدلكي بحال هكا. غنبقى ندير لها كل مره نبقى ندير لها ونخلي على جهه، وسيري تشقاي طرفي، غسلي اللي عندك باغا تغسلي. صافي انا جيت كما كتلاحظوا كتولي بحال الاستيك، كتولي تجبد. صافي غنعملوها كويرات، ولكن مره كنجي نضغط عليها كما وريتكم الاول. هنا الحجم ديال الكويرات على حساب الافراد ديال العائله ديالكم، بغيتوهم تكبروهم بغيتو تصغروهم. انا عملتهم بحال هذا الشكل، ما كبار ما صغار، يعني جاوني 7 الحبات. وعندي هنا الزيت، وعندي الزبده، وشويه دقيق الفينو مع شويه الخميره ديال الحلوى. صافي كنبدا نجبد كما كتلاحظوا، كي كتجي العجينه بحال مدلوكه دغيا كتجبد. من بعد ما كنورقها كندهنها بشويه الزبده، وكنرشها بدقيق ديال الفينو، وكنبدا نلف فيها بهذه الطريقه. راه بحال المسمن العادي، يعني طريقه بسيطه بحال كما كنلفوا المسمن العادي. غير هي انا عملت 2 طريقات، هاد الطريقه وطريقه طريقه اخرى ديال اللف. غنبقى متبعه بنفس الطريقه. انا من الزبده وغادي نرش بالدقيق ديال الفينو، واخا دير لكم بحال ما تشرك لكم ماشي مشكل. يعني غادي تغطى بالعجينه من بعد. انا حاولت ندير تقريبا كلهم
اوريهم لكم، يعني على حسب كاينين شي بنات باغيين يتعلموا مبتدئات، ما فيها باس يبقاو يشوفوا في الطريقه، لان كاينين اللي ما كيعرفوش يلفوا اني عارفه نسمن ساهل، ولكن ضروري كاينين بعض البنات اللي ما كيعرفوش يصيبوه. يلا مبتدئات. صافي كنبقى متبعه بنفس الطريقه. دابا هذه هي الطريقه من بعد ما كنورقو كنجيب هذه كنورقها بحال مربع كما كتلاحظوا، ما كنورقهاش دائريه، وكنقطعها من الوسط وكنلفها بهذا الشكل اللي كتلاحظوا في الفيديو. هذه حتى هي غنعمل من شحال من طريقه، غير هي هذه علاش درتها حتى للاخر، لانني كما كديروها ضروري كتخبزوها مباشره. كنفتح من الوسط وكناخذ هذا الطرف اللي من هنا كنطلعه الفوق، وكنعقب نلفه مزيان الجهه الاخرى، يعني كتقاديه مزيان بحال ما هذا الشكل، وتعقبي تهودي الجهه لتحت ولا طلعيه بحال صافي. وكتجي على شكل مسمنه، كتبقاي تورقي فيها تقادي فيها من الجناب ومن الحواجز تتولي مربعه، وخبزيها مباشره. هذه ساهله البنات، انا اللي كنديرها دائما ملي كنكون مزروبه كندير هذه الطريقه دغيا، كتزربي ليا المسمن. صافي من بعد كناخذ المقلاة كنسخنها وكنرشها شويه بالزيت وكنبدا نخبز، ونفس الوقت كندهن حتى من المسمنه من الفوق حتى غنخبزهم كاملين بنفس الطريقه. كما كتلاحظوا البنات هذه الطريقه سهله وبسيطه دغيا كيتحضر. انا راه غير كندهنو بالزيت، ما كنرش ما والو، غير كندهنو بالشيته من الفوق كما كتلاحظوا باش يجي ما يشربش الزيت بزاف، وحتى الزبده راه ما قويتش فيه. صافي البنات كنبقى هذا هو نبقى بهذه الطريقه حتى كنكملو. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. لا عجبكم ما تبخلوش ليا باللايك كما ذكرت لكم في الاول، وتخليوا لي التعاليق ديالكم كتهمني بزاف. والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله مع الخواتري خديجه.